صعب جدا ان الكاتب يكتب رواية حلوة الناس تحبها، لكن الاصعب من كده ان يكتب رواية تانية بعدها وتكون بنفس جمال الرواية الاولى. كلمناكم من فترة عن رواية عظيمة هي رواية النمل لبرنار فربير، وقلنا لكم ان هي الجزء الاول من ثلاثية. النهاردة هنكلمكم عن الجزء الثاني، يوم النمل. قبل ما نبدأ، يوم النمل تكملة للرواية الأولى مش منفصلة عنها، وبالتالي هتروحوا زي الشطار كده تشوفوا الفيديو اللي فات اللي هنسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. النمل ويوم النمل بينهم حاجات كتير متشابهة، نفس الحبكة، نفس الكم الهائل من المعلومات، نفس الخطوط اللي الرواية ماشية فيها. في بينهم بعض الاختلافات ودي اللي هنوضحها في الفيديو. في الجزء الأول كان النمل ليهم النصيب الأكبر من الأحداث. الكاتب كان بيتكلم عنهم باستفاضة، في حين ان البشر واخدين حيز صغير بيلعبوا فيه. يوم النمل بنلاقي ان البشر دورهم بيزيد، والخط اللي بيحكي احداثهم بقى اكبر واكثر تفصيلا. بتبدأ الرواية بجريمة قتل غامضة، 3 جثث بيتم اكتشافها في احد المنازل. كل منافذ المنزل مقفولة، مفيش اي علامة على اقتحام، مفيش اي دليل على القاتل. 3 اشخاص بتحمل نظراتهم الاخيرة رعب وألم مخيفين. بيظهر المفوض جاك ميلياس، وده الضابط المسؤول عن التحقيق في جرائم القتل دي. ضابط عبقري ليه باع طويل في القضايا الصعبة وسجله حافل بالانتصارات. المميز في الضابط ده مش انه ذكي، لا، المميز انه منفتح على كل الاحتمالات، ما عندوش حاجة اسمها مستحيل، وبيسمح لكل النظريات انها تكون موجودة. في نفس الوقت بتظهر صحفية جميلة اسمها ليتسيا ويلز، وبتبدأ هي كمان تحقق في جرائم القتل بطريقتها الخاصة. جرائم القتل بتتكرر بنفس الشكل، نفس الظروف والملابسات، ونفس نظرة الرعب والألم الموجودة على وشوش الضحايا. وده اللغز الأول، مين بيرتكب الجرائم دي وبيرتكبها ليه؟ في الجزء اللي فات ظهرت بوادر صراع بين النمل والبشر، أما في الجزء الثاني فالصراع ده بيكبر وبيتضخم وبيهدد بحرب شاملة بين الجنسين. النمل بيعلن الحرب على البشر، النمل اللي زهق من تطفل البشر عليه، من اعتبار البشر ليهم ككائنات أقل ممكن يقتلوهم أو يرتكبوا في حقهم مذابح لمجرد انهم مش لاقيين حاجه تسليهم. لكن المشكله بتحصل لما بيظهر تمرد بين صفوف النمل وبعضه. مجموعه شايفه ان البشر ارتكبوا ما يكفي من الجرائم وان الحرب ضدهم ضروريه، ومجموعه تانية بيطوروا جواهم ديانه جديده، ديانه بتقول ان البشر هم الالهه وان هم اللي خلقونا وما ينفعش ان المخلوق يحارب الخالق بتاعه. وده اللغز التاني، مين اللي اقنع المجموعه دي بان البشر الهه؟ مين اللي زرع في دماغهم اصلا فكره ان يكون ليهم اله يعبدوه؟ وايه الهدف من كده؟ فاكرين ادموند العالم غريب الاطوار اللي مات في ظروف غامضه؟ مش فاكرينه طبعا لانكم ما شفتوش الفيديو اللي فات زي ما انا قلت. ماشي، ما علينا. ادموند كان سايب وراه كتاب اسمه موسوعه العلم النسبي والمطلق. الكتاب ده كان وسيله الكاتب في انه يطرح فيه كل المعلومات اللي مش لاقي لها سياق في الروايه، المعلومات اللي مش عارف يدخلها في الحبكه ولا يستخدمها في الاحداث. الموسوعه بتظهر تاني في الروايه دي، والمره دي بتكون اشمل واعم كتير من الموسوعه اللي ظهرت في الجزء الاول. وده لان الكاتب هنا مش بيتكلم عن النمل بس، هو بيتكلم عن كل الكائنات الحيه. احداث الروايه سريعه جدا، والمفاجآت جايه ورا بعضها بدون اي فواصل تقريبا. هتكتشف حل لغز، هتفاجئ بلغز تاني، هتجاوب على سؤال بيدور جواك، هتلاقي انه بيطرح سؤال تاني بعده. الروايه عامله زي بازل، مش هتشوف الصوره كامله لا مع اخر صفحه فيها. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للتشانل عشان تشوفوا الفيديوهات اول ما تنزل. انا محمد شادي بتاع الكتب، سلام.